السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، أخصائي النفسي ومعالج الرفلكسولوجي والشياتسو. هنجاوب بنكمل تساؤلاتنا اللي جت عن طريق معظم الدول العربية. بيقول: هل يؤدي الاستغراق في مشاهدة التلفزيون إلى خلق جيل من الأطفال عصبي المزاج؟ طبعا رأى أخصائيو الأطفال أنه ليس هناك طريقة يمكن أن نعامل بها التلفزيون ذاته، ولكن الأحرى أن نتناول المشكلات التي يحملها الطفل في ذهنه أو يذهب بها حين يخلد إلى النوم بعد مشاهدته. وعندما تسأل كم من الوقت يجب أن يستغرقه طفلي في مشاهدة التلفزيون؟ طبعا الإجابة عن هذا السؤال، طالما كان في إمكانك الجلوس إلى جواري والإجابة عن أسئلته، فإذا كان لديك ساعة من الوقت يمكن أن توفريها من أجله فيمكنه أن يشاهده لمدة ساعة. وإذا لم يكن لديك متسع من الوقت فالأقدر به ألا يشاهده على الإطلاق، طبعا لأن احنا مش عارفين دلوقتي ايه اللي بيتبث والكلام ده كله. طيب سؤال بعد كده بيقول: نريد أن نتعرف على مرضى المنغولية. مرض المنغولية سببه طبعا بيبقى عيب خلقي في الكروموزومات الخلايا، والكروموزومات هي عبارة عن أرشيف داخل نواة الخلية، تتكون من مجموعتين متساويتين تحمل الصفات الوراثية من الأب والأم المنتقلة إلى الابن. لذلك فإن عددها المزدوج بيختلف من حيوان لآخر، فهو في الإنسان 23 في 2، وكل مجموعة منها لها وظيفة أرشيفية تنقل إلى الابن. وقد يحدث خطأ ما في نقل المعلومة لسبب أو لآخر عند انقسام الخلايا، فيحدث ما نعرفه بالعيوب الخلقية. وفي الطفل المنغولي يحدث الخطأ عند انقسام رقم معين من الكروموزومات بشكل من الأشكال الثلاثة، أن كل خلية فيها عدد من الكروموزومات، وهذه الخلايا يحدث فيها نوع من الانقسام في الأعداد أثناء التكوين من أجل التكاثر ومن أجل التزاوج ما بين الخلايا المختلفة. في هذه الحالة يكون هناك نوع من زيادة عدد الكروموزومات وعيب خلقي بها. السؤال هنا بيقول لي: ما موقف الطفل مما جاء في هذا القول؟ عادة الطفل المنغولي يكون واحدا من 3 أنواع. إذا هناك 3 أنواع من العيوب الخلقية في الكروموزومات. النوع الأول هو عدم انفصال جزء من الكروموزومات والمفروض أنه ينفصل. النوع الثاني إضافة لجزء من الكروموزومات كان المفروض أنه يبقى على كروموزوم معين فانتقل إلى كروموزوم آخر وأضيف له عن طريق الخطأ. النوع الثالث هو الموزيك، وهو النوع الذي فيه أشكال مختلفة من النوعين السابقين. سؤال بيقول لي: ما الأسباب التي تؤدي إلى اختلال الكروموزومات وبالتالي إلى إنجاب طفل منغولي؟ طيب هناك أسباب رئيسية قد تؤدي إلى حدوث المنغولية للجنين، فيخرج طفلا منغوليا منها الأم التي بدأت في إنجاب الأطفال في سن متأخرة، أي بعد 35، فقد تأتي بطفل منغولي باحتمالات أكثر من الأم العادية التي تنجب في سن مبكر. فمثلا ثبت أن 4% من السيدات بعد سن 40 ينجبن طفلا منغوليا، والأم هي التي تكف عن الإنجاب ثم تعود له، والأم اللي هي بتكف عن الإنجاب ثم تعود له بعد 10 سنوات مثلا يمكن أن يحدث لوالديها نفس المرض. أما إذا تعرضت الأم لإشعاع أو أي أشعة أثناء الحمل خصوصا في الشهور الأولى منه، فالإصابة ببعض الفيروسات أثناء الحمل أيضا كالإصابة بالحصبة الألماني. وإذا كانت الأم نفسها أو أحد أجدادها يحمل الصفة المنغولية، لكن يمكن أن يحدث هذا المرض بدون هذا تماما، ممكن يحدث بدون كل الأسباب اللي احنا قلناها دي. طب لماذا سمي الطفل المنغولي بهذا الاسم، وهل له شكل معين ظاهر للعموم؟ سمي بالطفل المنغولي لأن عينيه مشدودة إلى الجانبين مثل المغول. أما الصفات المميزة فهي الجزء الداخلي من العين ذو اللون الأحمر بيكون ظاهرا أكثر من العادي، إلى جانب إن العينين لا تكونان مستوية بل تكون فتحة العينين مائلة إلى فوق مع الشد إلى الجانبين مع البروز للركن الداخلي للعين. الشعر بيكون غزيرا ومهدلا، الجلد بيكون خشنا إلى حد ما،
الكف مربعة اكثر من اللازم، الاصابع قصيرة واليد كلها مربعة اكثر منها طويلة. لما نيجي نبص بقى في بطن الكف نجد خطا واحدا بدلا من الثلاث خطوط العادية، وهذا عنصر عام عند الكشف على الطفل لتحديد انه منغولي، لكنه ليس بالعنصر الحاسم لان النوع المختلط قد لا يظهر عندهم هذا الخط الواحد. الخنصر يكون منحرفا ناحية البنصر اكثر لالتواء الفقرة الاخيرة، وهذا ناتج عن ان العظمة الوسطى للاصبع لم تتم بالكامل. اما الاصبع الاكبر في القدم يكون بعيدا نسبيا عن باقي الاصابع بعكس اليد. البطن عادة ما تكون بارزة اكثر من المعتاد، وقد يكون هناك استعداد ان لم يكن قد حدث فعلا فتك سري فعلي. ومن العلامات المميزة للمنغولية للتأكيد الإكلينيكي للطفل المنغولي نسبة كبيرة نتيجة للمنغولية لديهم عيب خلقي في القلب، وعادة ما يكون هذا العيب ذا نوع معين. آخر سؤال: هل للطفل المنغولي طباع مميزة؟ أولا بيكون متأخر عقليا، إنما بعض الأطفال من النوع المختلط اللي هو الموزيك قد لا يلاحظ تأخرهم العقلي، بل يكونون قريبين من الطفل الطبيعي. واحنا بنقسم التأخر العقلي الى 3 اقسام: قابل للتعلم، ودي بيكون نسبة ذكائه من 50 الى 75%، ويلتحق بفصل خاص في مدرسة عامة، ويمكن ان يصل الى منتصف المرحلة الثانوية. الصنف الثاني غير قابل للتعلم، بل قابل للتمرن والتمرس على حرفة، ونسبة ذكائه بتبقى من 25 الى 50%، ويمكن تدريبه على عمل نمطي يكرر زي مثلا عزف آلة موسيقية او عمل سجاد بلون واحد او النجارة. النوع الثالث يحتاج لرعاية كاملة حتى في الوجبات الأساسية للحياة، ونسبة ذكائه من 0 إلى 25%، وبيحتاج لتواجده في ملجأ طبعا للمعوقين عشان يكونوا أهل اختصاص لذلك وازاي يتصرفوا معاه. ثانيا يطرب الطفل المغولي ويرقص على نغماتها. ثالثا حنون لأقصى درجة ومتعلق بوالدته جدا، حتى انه يخرج عن طريقه يوريها، يعني يحاول يعمل اي حاجة عشان يرضيها ولكن بمفهومه هو وبطريقته هو. الحمد لله تم بعون الله الاجابة على كل اسئلتكم واستفساراتكم. لاي استفسارات اخرى رجاء الاتصال بي على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل saad_online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترككم في رعاية الله وامنه.